بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صباحكم ورد وفل وسعادة عليكم يا أحلى إخوات ومتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض طاسة الكبد والقوانص الحرشة. أيوة الحرشة بطعم في منتهى الجمال من غير أي زفارة، لناس كتير بتشتكي إن يكون طعمها زفر، فأنا هقولك مكون واحد بس هتضيفيها عليها ومش هتخليلك فيها أي زفارة خالص. أتمنى منك تشجعني باللايك والاشتراك وتعليق حلو منك، وتاخدي جولة بسيطة في قناتي المتواضعة، إن شاء الله تستفيدي معايا وتكتبي لي انت من اي بلد، عشان دي حاجه بتبسطني وارحب بيكي. اول حاجه كده انا معايا كيلو من الكبد والقوانص تكون صبحه وطازه. كل ما يكون الحاجه معاك تكون صبحه وطازه كل ما الحاجه يكون طعمها حلو. هنبدا ننضفها مع بعض كده، انا مرضاش اغسلها وانضفها الا ما اوريها لك ازاي. معايا هنا الكوز هو الموجود في قلب الكبده، هنبدا نقطعه كده بالسكينه، اللي هو الجزء اللي هو الصغير اللي تحت دون نبدا نقطعه، وبعد كده نبدا نفتحه بالسكينه. لازم تفتحي الجزء دون بالسكينه اللي هو الكوز، عشان خاطر بيبقى فيه ايه، دم معقود من جوه، والدم المعقود دون طبعا هو اللي بيسبب لك زفاره الكبده معاك وانت بتاكليه. هتبداي تشيلي الجزء الاخير منه كده بالسكينه زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده الجلده الرقيقه خالص اللي عليه، وبعد كده تفتحي بالسكينه وتطلعي الدم المعقود دون، عشان خاطر ما تلاقيش فيه اي زفاره خالص. طول ما انت في ايديكي في الحاجه بتنضفيها وتشيكي عليها كل ما تلاقيش فيها اي زفاره. طبعا انا معايا برده كده الكبده ساعات بيبقى في دم معقود بين الكبدتين من بعض، بتبداي كده تطلعي بالراحه خالص منها. هنجيب هنا القناصه بقى هنبدا نشيل اللي هو الدهون اللي موجوده عليها من بره، وبعد كده ننضفها من جوه. لازم تنضفيها كويس من اي دهون. هتجرديها كده بالسكينه، ايوه شوف المنظر ده عامل ازاي، وهتطلع معاك وتنضف معاك في منتهى الجمال. طبعا انا كملت بقيت كل الكميه عشان خاطر انا عارفه الناس بتزهق وتمل مني، فبتطلع بسرعه من الفيديوهات. طبعا غسلتها كويس جدا تحت الميه، وبعد كده قطعت الكبده شرايح في طبق لوحدها، والقنصه برده شرايح لوحدها في قلب طبق تاني، ما تخلطيش الاتنين على بعض. هنبدا نعصر عليهم ليمونه. والمكون الحلو الاساسي اللي موجود معانا النهارده، بس هو مش موجود معايا بصراحه لان لقيته خلصان مني، هتضيفي على كل طبق ربع كوبايه من اللبن، ايوه مع عصره الليمونه. هتضيفي مع كل طبق كده ربع كوبايه من اللبن. اللبن هيحوش لك اي زفاره موجوده فيها وما تخليكيش تحسي باي زفاره خالص، بس عشان انا متمكنه فيها فانا الحمد لله بعرف اعملها من غير اي زفاره خالص. فانت هتغسليها وتعصري عليها الليمون وتقطعيها، وبعد كده تضيفي عليها ربع كوبايه من اللبن. هنجيب هنا طاسه بقى المونيا او اي طاسه موجوده متوفره عندك، هنضيفها شويه زيت، وبعد كده نقطع بصلتين جوانح. هننزل ندبلهم البصل كده وياخد لون خفيف خالص، وبعد كده هنزل بالقناصه. الله الله على الريحه بقى، عايزه تتاكل وهي ريحتها نيه كده بجد والله العظيم، ريحتها في منتهى الجمال. انا ما شطفتش القناصه خالص بعد ما عصرت عليها الليمون او كنت ضفت عليها اللبن، مش هشطفها تاني بقى. انا هنزل بيها على البصل واخليها تتكرمل كده وتشم ريحتها مع قلب البصل، بجد خطيره لغايه لما لونها يتغير كده وتحسي ان هي لونها اتغير كده واتشمعت مع البصل. هنبدا نضيف ايه، نص كوبايه من الميه. ليه هنضيف نص كوبايه من الميه؟ لان القنصه هنا بتاخد معايا وقت كتير، فهنضيف عليها نص كوبايه من الميه ونغطي عليها لغايه لما تشرب من الميه، هتلاقيها استوت معايا. خلاص كده القنصه شربت نص كوبايه من الميه وضمنت التسويه بتاعتها. هتزقها كده في جنب، وبعد كده هتنزلي بالكبده. وبعد كده اوعي تقلبيها خالص لغايه لما تبدا تاخد لون معاكي. تعالي بقى نخلي الحاجه بتاعتنا تكون حرشه. هنبدا نضيف هنا الفلفل الاسمر، والفلفل الاسمر ده هو عامل اساسي معايا، هو اللي يخليها لك حرشه كده وطعمها حلو قوي. الكبده خدت لون معايا ورشانه عليها رشه كده صغيره من الفلفل الاسود. هنبدا نقلب كل المكونات دي مع بعض. ما تقلبيش الكبده قبل ما تاخد لون معاكي عشان خاطر ما تتفتفتش معاكي وتلاقيها اتهرت معاكي. هنقلب كله كده مع بعض. تعالي بقى هنضيف لنا نص معلقه من الكمون، ايوه كمون، وهنضيف نص كمان معلقه كمان من الكزبره، ايوه نص معلقه كمان صغيره من الكزبره. وطبعا هنضيف كمان فلفل اسود، وتوصي بالفلفل الاسود في الوصفه دي، وطبعا هتظبطي الملح بتاعك. هنقلب بقى كل المكونات دي، يعني كمون وكزبره، هي دي احلى توابل هتضيفيها على الكبد والقوانص، هيدي لها طعم وريحه حلوه جدا جدا. صدقيني مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي ومش هتلاقي فيها اي زفاره. هنضيف هنا الفلفل اللي موجود عندك، في فلفل الوان ماشي، ما فيش فلفل الوان خلاص مش مشكله ما يضرش، ضيفي فلفل اخضر بيدي لها ريحه وطعم حلو قوي. انا هنا بوريك ان الكبده لسه فيها دم، هي ما استوتش. هنفضل نقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هغطيهم واسيبهم لغايه لما تستوي. هنا معايا هنا الكبده استوت والطاسه بتاعتنا بقت جاهزه. الله على الريحه، بجد الريحه جميله. شامين الريحه، كان نفسي تشم الريحه، هي الريحه على طول هي طالعه في منتهى الجمال. هنشوف بقى، شوفي شكلها حلو ازاي وطعمها حلو قوي وريحتها حلوه جدا ومستويه في منتهى الجمال. اتمنى منك كده تجربيها بالطريقه دي، ان شاء الله هتعجبك، واشوفه في فيديو ان شاء الله جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.